ما تيجي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونكمل شغلنا. والحركات دي مش انا اللي بعملها، ده بتاع التصوير هو اللي بيقول لي والله يا ابني انا بعمل ايه، يا ابني انا بدخل قد ايه، يقول لي بس اعملي كده يا شيف سمر وهتلاقي الدنيا تمام وزي الفل. صباحكم زي الفل، صباحكم كله هنا ورزق وخير وبركه من الرحمن. ايامكم كلها سعاده وهنا وتفاءلوا بالخير تجدوه. دعوه حلوه لاخواتنا في فلسطين بان ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض. هاتي 2 كيلو دقيق، 3 كيلو دقيق، 5 كيلو دقيق حسب شغلك وحسب طلبك، ويلا بينا نبسهم او نلفهم بحبه ميه بملح مش اكتر من كده. ايد بترش الميه وايد بتلف الدقيق بالميه. الموضوع سهل وبسيط، لا تقولي لي جاهز ولا تقولي لي مش عارفه ايه. والناس بقى اللي بتسال الفيديوهات دي بتنزل فين؟ الفيديوهات دي بتنزل على صفحه واحد ستهم، اكتبي بس واحد ستهم، فيسبوك، تيك توك، انستجرام، اي حاجه هتلاقي الفيديوهات دي نازله بطريقه بقى تصوير الشركه. بعد ما نرشش الدقيق براحتنا زي ما انتم شايفين، ميه بياخد حوالي ال 2 كيلو هياخدوا حوالي 750 مللي من الدقيق او لتر الا ربع. ايوه لتر الا ربع ميه. وبعد كده هنروح بسينه على ايدينا زي ما انتم شايفين، لفه والتانيه والتالته هتلاقي الدنيا بقت معاكي زي الفل. نسكت احنا؟ لا ما نسكتش. فين يا سمر الدياره او الغربال بتاع زمان؟ خلاص بقى احنا هنجيب كبه دلوقتي، الدنيا بتتقدم بينا، مش بتتقدم في كل حاجه حتى في المطبخ. هفرم الكسكسي بتاعي في الكبه زي ما انتم شايفين، وطبعا على بال ما الميه غليت ركنته شويه في الصينيه وبعد كده ايه فرفرته قبل ما ادخله على النار. اهو زي ما انتم شايفين زي الرز، كان حبه دقيق بقوا كسكسي معانا من غير لسه ما يتحط على النار. اول ما الميه بقى تغلي بتجيبي قماشه خاصه انت شارياها مخصوص لكده، وتروحي لفالي بيها بقى يا ست الكل حاجتك الحلوه اللي انت شايفاها، وحطها على النار ساعة لساعة وربع. كل ما تسويه اكتر كل ما النتيجة بتاعته هتكون افضل. اه والله اسمعي مني. هننزل بيه زي ما قلت لكم قماشه خاصه بالدقيق وبس، لا بتتغسل في غساله فيها مسحوق بريحه ولا كلام من ده، علشان ما تلقطش معاكي وكمان تضمني نظافتها. ساعه من ساعه لساعه وربع علشان كل ما هيستوي معاكي اكتر كل ما هيديكي نتيجه احسن. نسكت كده؟ لا طبعا، بعد ما ياخد التبخيره الاولى بنرجع نرشرشه بحوالي 500 جرام من الميه، 500 ملي اسف، 500 ملي من الميه، يعني نص لتر. في ناس بترشرشه بشوربه وفي ناس بترشرشه بحليب. طبعا انا ضد ده، لان اللي بالشوربه خلاص هو اوكي هيتاكل او اوريدي هيتاكل حادق. احنا ساعات بنحبه حلو، وكمان ملناش دعوه بالحته دي عدى وفات. وكمان اللهم صل، وانا مقلوبه ليه ما علينا. وكمان اللي بالحليب بيحمض بسرعه، فخليكي اشتغلي بالميه وبعد كده ابقي كليه بالطريقه اللي تريحك. هنسقسقه بقى بالميه زي ما قلت لكم، ونرده تاني برضو ساعه الا ربع ساعه، هنا بقى اقل شويه. وما كانش عندي سمنه بلدي، كنت شغاله حتى امبارح بزبده بس، فكنت محتاجه احول الزبده لسمنه. بجيب حله كبيره عشان تغلي السمنه براحتها وتتسيح معانا براحتها، وبحطها على النار. عاوزاكي بقى تنزلي بالسمنه وتشمي الريحه اللي بتعمل دماغ فعلا، حاجه كده يعني تعمر النافوخ زي ما بيقولوا. بالف هنا وشفا يا رب، الكل ليه نصيب وبياكل من اكل واحد ستهم. ده شغل مطعم واحد ستهم، وعادي جدا انك تعملي دعايه لنفسك وتشغلي حاجتك وتعرضي شغلك بالطريقه الصح اللي لازم تعرضيها. هنا بقى انا هحط السمنه على النار. هو في ايه؟ اه بعد بقى ساعة الا ربع كمان على النار للكسكسي هشيله، وهنا كان استوى، يعني اخد معايا ساعتين على النار. هنزل عليه بالزبدة بقى وحركاتك وتكاتك بقى وروايحك الحلوة، وزي ما انتم شايفين هروح نازله عليه بالزبدة وفلفله. هنا خلص الكسكسي، شفتوا اسهل من كده؟ طلع معانا كمية قد ايه؟ بالالف هنا وشفا يا رب. زبدة فلاحي، وساعة التقديم بنحط عليه سمنة فلاحي تاني. احنا اكلنا سايح في الزبدة والسمنة الفلاحي. هفلفله وفرفره كده بالهنا والشفا. طبعا لازم تحطي، او هو بينزل زي ما انتم شايفين تحسوه كتله واحده، اول ما تحطي عليه السمنه او تضغطي عليه بالمقصوصه او المعلقه بتاعتك بيفلفل ويفرفر منك. و اتمنى تجربوه، واللي جربه يقول لي رايه، وبالهنا والشفا. هتفضلي بقى ايه بعد ما يبرد معاكي شويه، عشان طبعا السخونه وايدك وكده، هتفركيه بقى بايدك لحد ما يبقى زي الرز معاكي. ما بيزورش. الناس اللي واخده افكار بقى عن العيش بقى عندنا بيتعمل فريش.
الحجم الكبير ده بنعمله بالطلب، ده اسمه عيش مرحرح. هي العجينه اللي بنشغل منها المطعم، بس طبعا في المطعم بيتعمل الحجم الصغير، لان لما جربنا الحجم الكبير ده في الافتتاح كان بيرجع عيش كتير قوي من على الترابيزات، وبتكون طبعا حرام ان بقيه اللقم دي مش هينفع تستخدميها في حاجه، فكنا بنستغنى عنها. فده طلع يعني تبذير وحرام، فبقينا نشغل للمطعم العيش الصغير. لكن بره تقدري تطلبي الاوردر ده تيك اواي او دليفري او في الصاله بالطلب. اسمه عيش مرحرح. ده كان فيه جست قاعد بيجوا تقريبا اسبوعيا ياخدوا العيش ده بالهنا والشفا، بياخدوا كميه الاسبوع كلها من واحد ستهم. ان كان بقى عيش ولا فطير، الفطير بتاعنا يدخل الفريزر والتلاجة بالاسبوع ويطلع، وتاكلي احلى فطير فلاحي بالسمنه والقشطه البلدي. حجم الرغيف بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا حوالي 30 سنتي بملو المطرحه كله. ف بالهنا والشفا. زي انا حبيت بس اقول لكم ان في العيش ده بالطلب، او العيش الفلاحي او العيش المرحرح ده بيكون بالطلب. بصوا الجمال بقى، بصوا بقى الجمال، شايفين؟ لكن لما طبقناه في المطعم بصراحه كان بيخسر كتير جدا. وهو هي العجينه، يعني هي العجينه بس حجم صغير. حتى لو انت عايزاه ديليفري او تيك اواي حجم صغير برضو بنعمله عادي، وبيبقى الف هنا وشفا. وكمان ساعات في ناس بتطلبه مقمر. يعني ايه مقمر؟ بننشفه لهم شويه بنحمصه يعني، او نقمره في الفرن. بس كده، بالهنا والشفا يا رب على قلوبكم. عايزه اقول لكم ان الرغيف ده ب5 ترغيفه من الصغير. ده كان بالليل. لحد كده احنا كنا بالليل. خلص اليوم عندنا عزومه كبيره الحمد لله بفضل الله علينا تاني يوم، بس بدري. يعني عزومه غدا والجست اللي طالبها بدري. فهتلاقوني في المطعم من الصبح بدري، من قبل ميعاد الفتح اصلا، عشان نجهز الاوردر وبيطلع فريش. هنشوف بقى التفاصيل دي مع بعض ان شاء الله. بصوا ده العيش بألف هنا وشفا، بالهنا والشفا يا رب. حنان بتقول لكم ان العيش بتاعنا يفتح النفس. صلوا بقى على النبي وحطوا لايك. والناس اللي بتتضايق من الفيديوهات او بتقولي مش بحب فيديوهات المطعم، يا جماعه ما هو انا ده شغلي وانا موجوده فيه يعني، بس هو ده الموضوع والله. هنا بقى كان تاني يوم الصبح وخلص اوردر السلطات هنغلفها. دي الاطباق التيكاواي متبل بقى، وبابا غنوج وسلطه بلدي وبطماطم مخلله والبتنجان الفلاحي المخلل. بحب اقول اسم فلاحي لان فعلا كل حاجه عندنا بتتعمل فلاحي بالطريقه بتاعت زمان الحلوه اللي طعمها يفتح النفس. بصوا بقى، وده كان الحمام خلاص استوى واتحمر بألف هنا وشفا يا رب. كان الاوردر او الطلبيه كلها حمام رز، وزي ما انتم شايفين شكله يفتح النفس. وكان في الاوردر رقاق باللحمه. برضو الرقاق بنخبزه من اول الدقيق لحد ما يبقى طالع لك رقاق باللحمه. في ناس شغلها في طريقة التسويق غير التقديم. لا، احنا بنصور اللي بنقدمه للناس واللي بيطلع للناس، وهو ده الطبيعي بتاع الناس اللي واثقة في شغلها. وانا الحمد لله الماتيريال بتاعتي واثقة منها جدا، شغلي واثقة منه ولله الحمد. بحب اوضح كل حاجه قدامكم. وهنا كان البط مطلوب بطريقتين، طريقه محشيه رز، وطريقه روستو. دي الروستو بالهنا والشفا خلاص استوى. هنديله بقى وش السمنه البلدي وندخله يتحمر ياخد اللون بتاعه. والتانيه برضو عايزه اقول لكم كان مسلوق بالمحشي رز. وكان عندنا فراخ محشيه رز برضو سويناها روستو في الفرن. تعالوا نشوفها. طبعا يعني بالهنا والشفا. كان رأي العميل حلو جدا. هحاول احط لكم الصوت لو ينفع، لان هو باعت ريفيو ريكورد كده في الواتساب بتاع المطعم. بصوا الرقاق من فوق ومن تحت حاجه كده تفتح النفس. بألف هنا يا رب يا رب، بالهنا والشفا. تكاته وحركاته بقى. هنا بقى يتقال تكاته وحركاته. رز المعمر كنا عاملين على قد الاوردر، بس لسه بقى شغل المطعم زي ما قلت لكم. احنا كان الكلام ده الصبح بدري، يعني وقتها كده كانت الساعه 11 تقريبا. ميعاد الاوردر كان يطلع 12:30 من المطعم، فكنا شغلنا بدري بدري بدري. هنا في معمر حمام وفي معمر ساده، ف كده يعني. والمحشي معمول فريش. هنظبط الاطباق المحشي عشان نغرفها في السيرفيس بطريقه معينه. وده بقى التكنيك بتاع رص الشيف بتاعنا العظمه بقى. هنا بياخد قشطه، واللي بالحمام مش هنديله قشطه لان هو واخد القشطه جواه وحاجته جواه. والباميه كانت مطلوبه ساده مش باللحمه. حجم الطواجن بتاعه الباميه الساده بتكون اقل شويه، هي كميه الباميه، بس طبعا باللحمه عشان فيها لحمه فحجم الطاجن بيكبر شويه. ده شكل الطاجن. وهنا كان مطلوب حمام مشوي غير اللي مسلوق او المحشي يعني. الحمام برضو شكله يفتح النفس جدا، بالهنا والشفا.
دي كانت شبكه وفي شبكه كمان. وده البط بتاعنا بعد ما اتحمر بألف هنا وشفا. يعني عايزه اقول لكم لو تتخيلوا لون كده اصلا الكاميرا ظلماه. هنا بقى الفراخ زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم استوت روستو، محشيه رز بريحه وطعم وتوابل فظيعه. هنديها بقى السمنه البلدي وندخلها تتحمر في الفرن بألف هنا وشفا يا رب. الفراخ دي بلدي، والاستلام الفراخ البلدي كان قدامكم امبارح. وده شكل البط بعد الاتنين المحشيين والاتنين اللي مش محشيين، يعني بألف هنا وشفا الميكس ما بينهم. اي حفله، اي عزومه، اي عيد ميلاد، ولله الحمد واحد ستهم بتقوم بكل ده وبتعمل حاجه تشرف. يعني عاملين شعريه بالمكسرات فرشه البط او تحت البط، هنحط صواني فيها رز وصواني فيها شعريه عشان يبقى ميكس كده مختلف ويعجب الجميع. ودي سرافيس المحشي زي ما قلت لكم، بنرصها في الاطباق التكويه عشان تترص في السرفيس بشكل معين. عندنا واحد كده، واحد ورق العنب اكتر، واحد الكرنب اكتر، وده بيكون بالميزان يعني بالكيلو بألف هنا وشفا. محشي بيتي حاجه كده بالسمنه البلدي بقى، بالسمنه البلدي يا اخواتي. طبعا اصلا انا عايزه اقول لكم ان السمنه البلدي كمان بتاعتنا من انتاجنا. وهنبدا بقى نرص الصواني. الاكل اللي بيخلص بغلفه بدري على طول عشان يفضل محتفظ بحرارته بألف هنا وشفا. شايفين لون لحمه البط، لحمه البط البلدي بتبقى لونها احمر كده. و هنرص بقى الصواني، هنخلي الصواني فيها تنسيق في الرص عشان يبقى كل حد من على السفرة قدامه كل حاجة. هنعمل الاوردر على 4 صواني. لحظة وهقول لكم اقول لكم هنا سنسقط قليلا. نسكت، اسكتي، هي دي يعني انا عايزه اقول لكم اسكتي. هنا نسكت قليلا عشان انا سنسقط فيفكروها نسقط، واحنا مش ساقطين، احنا ناجحين. بألف هنا يا رب. هنا بقى سنسكت قليلا. شايفين الجمال؟ بألف هنا وشفا على قلوبهم. وطبعا الفيديو نزل بعد ما الناس اكلت اكلها وقالوا رايهم. وهنا معانا عيش بالهريسه مشوي على الفحم، بيديكي بقى ايه، فاتح شهيه. ده فاتح الشهيه بتاع الاكل بتاعنا، بيطلع مع المشويات، فحبينا نطعم برضو البط والحمام بيه. نلف بقى الصواني عشان ما تبردش. شيلوا ودوا لفوا وتعالوا نشوف اللي بعده. ولا اقول لكم تملوا عينيكم؟ ملوا عينيكم لحظات 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 ويلا نشوف اللي بعده. اللي بعده كان سرفيز المشويات، في ريش وكباب والحمام المشوي والعيش اللي بالهريسه المشوي برضو. بألف هنا، بألف هنا بجد. وده كان الاوردر خلص، وبنبعت برقية تهنئة لان طبعا ضيوفنا اللي طالبين الاوردر ضيوفهم مش من مصر، وكان لازم نبعت لهم برقية تهنئة. والعيش طالع فريش على المطرحة الفلاحي. بس ده الفيديو. قولوا لي رأيكم في الفيديو، عجبكم ولا لا؟ حسيتوا كده بمتعة زي انا بتفرج معاكم؟ على فكرة حسيت بمتعة وانا بتفرج لاني شايفة كل حاجة بشكل حلو. العين بتاكل قبل الفم او البج او البق. فانا والله بتفرج كاني متابعه زيكم، مبسوطه بغض النظر عن ان انا حاضره محتويات الفيديو كله او محتويات اليوم كله. انا هنا ما كنتش نمت. اشوفكم بقى في فيديو جديد، اروح انام.